أهلا بيكم في حلقة جديدة من مراية الروح. في زمن السرعة والانشغال بقينا بنخاف نقول كلام بسيط زي كلمة بحبك، محتاجك، شكرا، أو حتى وحشتني. بقينا نحسب ألف حساب قبل ما نعبر عن مشاعرنا، كأن البوح بقى ضعف، وكأن الهدية التلقائية أو الكلمة الحلوة محتاجة إذن. لكن الحقيقة المشاعر اللي بتتكتم وبتتقفل جوه القلب زي الزرع اللي بيتحرم من المية، تفضل تنكمش لحد ما تموت بهدوء، واحنا نحس بعدين ان في حاجة ناقصة، مش عارفين هي ايه، لكنها المشاعر اللي ما اتقالتش. ما تخبيش مشاعرك عن حد، قول اللي بتحبه انك بتحبه حتى لو هو ما قالهاش. يمكن الكلمة دي تزرع جواه نور، يمكن تخليه يشوف نفسه بعيونك الجميلة. اللي بيتعب وبيحاول يوصل، انت قدوة وانا بتعلم منك. الكلمة دي ممكن تكون سبب انه يكمل. قول لأهلك انا بحبكم من غير مناسبة. مش لازم عيد أم ولا عيد أب عشان نقول كلام بسيط. كلمة ممكن تريح قلب أمك وتخلي أبوك يبتسم وهو ساكت. قول لصاحبك اللي دايما جنبك أنا مقدرك. مش كل الناس بتفضل موجودة، ومش كل وجود عادي. في ناس وجودها نعمة من ربنا. قول للجميل جماله، والجدع جدعنته، واللي موهوب قوله موهبتك بتلهمني. قول اللي مكسور انت قوي أكتر من ما تتخيل. وللمهمش قيمتك مش قليلة، بس الدنيا لسه ما شافتكش كويس. كل كلمة بتقولها بصدق بتوصل، حتى لو اللي قدامك ساكت قلبه هيفهمها. ولو ما فهمهاش النهاردة هيفهمها بعدين، وساعتها هتكون انت سبب دفء جواه في وقت كان محتاج فيه كلمة حلوة. خليك دايما الشخص اللي بيعبر، اللي لما بيحب بيقول، ولما بيعجب بيشكر، لما يتألم ما يخافش يعترف. لأن التعبير مش ضعف، ده وعي، ده إنسانية، ده روح بتتنفس بصدق. لو الكلام ده لمس قلبك، ما تنساش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الحلقات الجديدة اللي بتغذي روحك بالطاقة والحب. واعملي شير للحلقة دي، يمكن كلمة واحدة تغير حياة حد. وفي آخر الحلقة دي افتكر دايما إن احنا عايشين لبعض وببعض. اللي بيطلع من القلب عمره ما بيروح هدر. قولها قبل فوات الأوان، لأن الحياة قصيرة والمشاعر الجميلة عمرها ما كانت عيب. خلي صوتك يوصل وكلمتك تسيب أثر، يمكن تكون سبب في نور يوم حد تاني. وبكده تكون خلصت حلقتنا. أشوفكم على خير يا رب، وأتمنى لكم السعادة والتوفيق من كل قلبي.